ف كون بقى موضوع بقى الحاجه بقى اللي انا كنت عايز اعقب نقطتين مش هياخدوا دقيقه. مش لا دكتور احمد تقريبا تحدث عن الجهاد في سوريا، بس لان طبعا عرض بعض الاخوه الذين يسافرون للجهاد في سبيل الله ويتركون اموالهم وابنائهم وزويهم ويروحوا للجهاد، فهم دلوقتي بقوا ارهابيين، والدور الذي تفعله ايران في سوريا هو دور بطولي، في حين بان ايران هي السبب فيما يحدث في سوريا الان من مهازل ومن قتل ومن ذبح لاهلنا في سوريا. يعني مئات الالاف قتلوا بسبب معاونه النظام الايراني للنظام السوري. مؤتمر الازهر طبعا هو اتلغى، ما فيش حاجه ان هو اقيم. يعني الشيخ علاء بيقول لا اصل هو اتاجل، لا اصل هو اقيم، لا اصل اداره الازهر قالت ان هي هتقطع النور. طبعا هذا طبعا هو اتلغى تماما، المؤتمر اتلغى والقائم بالاعمال اصلا لم يدخل الى جامعه الازهر. السؤال الان لماذا يحاول الشيخ علاء او اي حد من منظمي هذا المؤتمر ان يتحدثوا الان عن مولد السيده عائشه وما كانش اصلا في حد قبل كده احتفل بمولدها، في حين بان ايران اللي الشيخ علاء دعا الوحيد اللي دعاه هو السفير الايراني؟ انت كذاب في هذا. قول لي لا انت كذاب. كم واحد؟ طيب انت كذاب يا دكتور شيخ علاء. شيخ علاء طيب انا دعيت كل سفراء مصر اللي في مصر 57 سفير بما فيهم الايراني. تمام خلاص ولا واحد خلاص طيب ما خلاص هو مش مسؤول هو عن انه يجي ولا لا. خلاص يا شيخ علاء خلاص بدون اساءه يا شيخ علاء. خلاص يا شيخ علاء خلاص يا شيخ علاء يا شيخ علاء لو سمحت. شيخ علاء شيخ ارجوك لو سمحت. طيب الشيخ علاء قال اللي انا قراته في تصريحات الصحف بان هو دعا 87 سفير من سفراء مصر كلها. طبعا ال 87 سفير ما فيش غير واحد بس اللي ما جاش. خلاص الباقيين اعتذروا خلاص كمل غيره. طيب واحد اعتذر سفير السعوديه. خلاص مش حضرتك انا سمعت التصريحات لحضرتك حضرتك يعني شخص محترم. مش يا شيخ علاء ارجوك يا شيخ علاء. 57 لا حضرتك قلت 87 يعني حضرتك ما قلتش 87. لا جايز اتكتبت غلط. خلاص اتكتبت غلط يعني 57 ما فيش ولا واحد جه. يعني انا استغربها. واحد اعتذر اللي هو بتاع السعوديه. واحد بس اعتذر من ال 57 وما فيش حد جه. الايراني ما جاش. طيب الحاجه بقى المهمه بقى بان انا جايب فيديو بس مش هلحق اذاع. السيده عائشه رضي الله عنها، اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يحشرنا معها. السيده عائشه بيحتفل سنويا في ايران يوم 27 رمضان من كل عام باحتفاليه كبيره وبمولد كبير اسمه مولد احتفاليه هلاك عائشه، هلاك الحميراء عائشه. فالايرانيين اللي بيحتفلوا بموتها وبهلاكها يوم 27 رمضان من كل سنه الشيخ علاء ابو العزايم جايبهم علشان يحتفلوا بمولدها هنا في مصر. شكرا اتفضل دكتور احمد. دكتور احمد الدكتور احمد خلاص يا شيخ علاء اما احتفل بمولد السيده عائشه وموت فرائضها يزعلك. اتفضل دكتور احمد. انت يهودي. الوقت معاك يا شيخ علاء لو سمحت. ارد عليه. لا بعتذر طبعا على الشتيمه وبعتذر على الاتهامات. تصرف اليهود لا بعتذر. اتفضل دكتور احمد دقيقتين. هو يعتذر. انا بعتذر بالنيابه من فضلك. شيخ علاء كمسلم لازم تعتذر بعد اذنك. ثانيه واحده يا استاذ احمد. دكتور احمد معلش يا دكتور لازم اعتذر عن هذا الاتهام. انت بتتكلم كلام. لو حضرتك ما اعتذرتش هقدم ضدك بلاغ للنائب العام بكره. انت كده سب وقذف. لو حضرتك لم تعتذر على الهواء هقدم ضدك بلاغ بكره للنائب العام. من فضلك قدام عشان المشاهدين. هذا سب وقذف علني امام ملايين المشاهدين. لو حضرتك ما اعتذرتش هقاضيك. لا اعتذر بعد اذنك. انا اللي بطلب مش خالد. انا اللي بطلب. هو لو ما اعتذر والله لا اقدم ضده بلاغ. انا خلاص والله. من فضلك ده سب وقذف. لابد ان تعتذر. لابد. أرجوك اعتذر. شكرا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أولا يعني هذا الأسلوب اللي احنا بنعامل بيه طبعا يعني أنا لا أرغب في مهاترات. معلش بس أكمل. الآن احنا لدينا قضية. قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مشكلة الشيعة على مدى التاريخ ومنذ بدء التاريخ الإسلامي أنهم والوا أهل البيت عليهم السلام ووقفوا معهم في كل مواقفهم. لما يطلع الأخ المحترم ويقول لك أن الشيعة دينهم يقوم على السب والانتقام وزعلان قوي أنه إزاي يعني هو مين اللي قتل الإمام الحسين؟ بيقول لك انه اللي قتل الامام الحسين الشيعة لانهم خذلوه. عايز اعرف كان عمر بن سعد
ولا يزيد بن معاوية اللي قتل الإمام الحسين كان من الشيعة؟ بنو أمية اللي ضربوا الكعبة بالمنجنيق وقتلوا واستباحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن فيها من مسلمين كانوا آنئذ من الصحابة والتابعين. لم يبقى بعد وقعة الحرة سنة 63 هجرية أي من الصحابة المهاجرين أو البدريين، كلهم قتلوا. استبيحت أعراض أكثر من 10,000 فتاة مسلمة. في النهاية مبدأ الولاء لأهل البيت، احنا طرحنا وقلنا غدير خم من كنتم مولاه فعلي مولاه، وقلنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا هو جوهر المسألة. يردوا علينا يقولون إن الكلام ده ما حصلش. لا، ابن تيمية جايبه اهو في شرح العقيدة الوسطية، ومسلم جايبه في صحيحه، والنسائي جايبه في صحيحه. إذا احنا تمسكنا بالكلام ده وانتوا انفردتوا وبعدتوا عنه، انتوا أحرار، احنا ما بنكفركوش. في كم شيعي في مصر؟ 5 تنفار. لا وانا وانت معلش 5 يعني بلاش الأسئلة دي الأمنية، لأنه أجهزة الأمن لا ملهاش علاقة معلش نعرف الرقم. أنا بقول لك أصل سيبك من قضية الرقم. 5 تنفار إيه المشكلة يعني؟ واخد بالك؟ يؤمنون بولاية أهل البيت، محيانا محياهم وماتنا مماتهم ونصلي عليهم. يعني أبسط شيء، أنت الراجل النهاردة بتصلي بتقول في صلاتك اللهم صل على محمد وآل محمد. الصحابة وكبار الصحابة كانوا بيصلوا على محمد وآل محمد، وكانوا بيصلوا على محمد وآل محمد، وهذا هو ديننا. يعني احنا ما بنقولش كلام ملوش معنى عشان الناس تبقى فاهمة. وبعدين يقول لك دينكم الكذب ودينكم السب والشتم. عيب يا جماعة، ما تخلوناش نطلع. وبعدين يقول لك العقيدة، مثلا اهو اخونا ابن تيمية في العقيدة الوسطية بيقول لك انه اللي ما بيقولش ربنا له ايدين ورجلين وعينتين كافر. واخد بال حضرتك؟ هل هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هل هذه هي عقيدة الأشاعرة؟ لا طبعا. مثلا البدعة الخطيرة جدا جدا، البدعة الكارثة التي أطلقها السلفيون، اعتبارهم أضرحة الأنبياء والأولياء أوثانا تعبد من دون الله، بدءا من ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يريدون هدمه ولكنهم لم يتمكنوا. الآن هدموا كل أضرحة الأنبياء وسووا أضرحة أئمة أهل البيت. إيه الدليل إنهم السلفيين اللي عملوا ده؟ أنا بسأل إيه الدليل؟ هذا معتقد محمد بن عبد الوهاب. جيب لي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هو عبارة عن ملخص لكتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وهو ما لم يقله أي عالم دين في التاريخ. يعني ارجع للبيهقي، ارجع للشهرستاني في الملل والنحل، وأتحداك إن حد من دول وهم من علماء أهل السنة وضع في كتابه معتقدا يقول أن زيارة قبور الأنبياء والأولياء هو شرك وكفر بالله العلي العظيم، كما تقول الوهابية السلفية. استناني بس، أنا لا مهم جدا، أنا عايز أعرف من هي السلفية. من هم السلفيون يعني؟ وش ده سؤال مهم. شكرا دكتور أحمد. من هم السلفيون؟ بس في الدقيقة، لأن أنا خلصت الوقت. الدقيقة لازم أجاوب على الاتهامات اللي هو قالها. بسرعة. هو طبعا بيقول طب ما حضرتك ما تعجلنيش. طب يلا. طيب هو طبعا بيقول بان سوينا قبور الانبياء، ومش عارف مين من الانبياء سوينا قبورهم. سويت يعني قبور ائمه اهل البيت في البقيع. مين اسم واحد الامام الحسن والامام جعفر الصادق والامام الباقر والامام زين العابدين وقبر الزهراء عليه السلام. اتحداك السلفيين يعني هم اللي عملوا كده. يعني بس معلومه، النظام الوهابي السلفي مفيش حاجه اسمها، هو في حاجه اسمها سلفيه، في حاجه اسمها وهابيه يا دكتور احمد. المفروض حضرتك يا حبيبي ليس هناك شيء اسمه سلفيه. اطلقت اتهام، لابد عليك ان تاتي بدليل على هذا الاتهام. طلع لي الصور، ما ينفعش تقول لي السلفيين عملوا. السلفيين فين؟ الدكتور احمد والاستاذ علاء بيقول بان السلفيين هدموا ضريح امبارح وولعوا ضريح اول امبارح. طب ممكن ترد يا استاذ خالد؟ لا، نحن نحرم هذه الافعال. مفيش حاجه اسمها هذه. انتم ما هدمتوش اضرحه وليكم علاقه بيها. لا يجوز للسلفي ان يفعل ذلك. الوهابيه ما سوتش اضرحه ائمه اهل البيت. دكتور علاء انا عايز بس عشان لازم اختم الحلقه. حضرتك ثانية واحدة، اديني بس فرصة بس. أولا لا يوجد قبر للنبي معروف في وقتنا الحالي إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. ثانيا قبور أولياء الله هي عندنا يعني على الرغم من اختلافنا العقد الشديد مع الصوفية أو مع الشيعة في مسألة التقرب لهم وما إلى ذلك، إلا أننا يحرم على المسلم أن يذهب ليهدم قبرا أو أن يحرقه. لا يعني هي من وجهة نظركم أوثان، من وجهة نظر التوحيد أوثان. كتاب بل أن بداخلها من أطهر الناس بعد الأنبياء
طب يا بعد حبيبي الأنبياء؟ محمد بن عبد الوهاب قال انها اوثان تعبد من دون الله. هو يتحدث عن الضريح نفسه، يتحدث عن هذا الهيكل، هذا المبنى يعني الذي يذهب اليه ويتقرب. مش قال ان سبب كفر البشر هو الغلو في الانبياء والصالحين؟ هذه افعال شركيه. الذي يعني يذهب سيدنا ويتقرب محمد والامام علي والامام الحسن والحسين هم سبب كفر الافعال البشريه. الشركيه ان تذهب الى قبر شفت بقى إن إحنا وتطلب في منه من مصيبة دون الله سوداء. سبحانه وتعالى. عايزين يسووا الشيعة بالارض لانهم شكرا استاذ خالد المصري، دكتور احمد راسم، الشيخ علاء ابو العزايم، شكرا لحضراتكم.